السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة لطيفة قوي، وصفة بيتي 100%. معانا بيتزا بيتي بجد، عجينة فلافي خالص وطرية قوي قوي، وتستاهل حلو قوي. طعم العجينة نفسه غير اصلا الحاجة اللي عليها. تحفة 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 بجد، وطرية جدا جدا. وزي ما احنا شايفين هي ما فيهاش غلطة اصلا يعني. بس اختاروا نوع جبنه بس كويس، يبقى عليها يعني من فوق وكده. معانا النهارده البيتزا البيتي. هنعملها بطريقه لطيفه، انا مسرعه الفيديو شويه عشان الفيديو كان طويل قوي. يلا بينا بس نشوف هنعمل ايه ومقاديرنا ايه. معانا دقيق الكميه اللي انتوا عايزينها، هحط لكم كميه الكيلو في صندوق الوصف. معانا دقيق، الدقيق دوت لازم نطعمه. يعني ايه نطعمه؟ يعني نحط له توابل ونحط له حاجات تخلي طعمه حلو اصلا كعجينه، او اللقمه نفسها تبقى حلوه شويه. تمام. هنحط دلوقتي ملح على دقيق بس مش كتير، ما نكترش طبعا عشان ما تبقاش حادقه، عشان لسه في حاجات هتتحط عليها. وفلفل اسود. وهنحط كمان شويه زعتر. تمام. شويه دي حلوه يعني، معلقه، هي معلقتين يعني زعتر، لان هي بتبقى طعمها حلو قوي. وهنحط سنه كزبره ناشفه، سنه صغننه كده برضو بتدي نكهه حلوه قوي. وهنحط سكر وهنحط جنزبيل. تمام كده. هي دي التوابل بتاعتي اللي هتبقى على العجينه نفسها. وهنحط كمان بيكنج باودر، ده بيساعدني في رفع وهشاشه العجينه نفسها. تمام. هقلب دلوقتي. والخميره طبعا في كيسين خميره، لان انا كنت عامله كميه، يعني انا كده كده هكتب لكم كميه الكيلو نفسها تاخد ايه. بس كده. هحط بقى طبعا بحضر الخميره في كوبايه ميه دافيه وعليها سكر، ونقلبها كده ونخليها على جنب عشان نعمل التيست بتاعها، اللي هو نشوفها شغاله مش شغاله، يعني اللي هي كويسه ولا لا. تمام. بس هنقلب بقى الدقيق بتاعنا دلوقتي مع التوابل اللي احنا حاطينها فيه. نقلبه تقليبه كويسه كده عشان نتاكد ان كل الدقيق يعني في نفس النكهه نفسها بتاعه التوابل. تمام كده. بس بعد ما قلبتها عندي بقى كوبايتين زبادي بلدي. يستحسن بلدي عشان بيبقى فيها وش قشطه كده، بيبقى طعمها حلو كمان عن التانية العاديه يعني الجاهزه. ومعايا بيضتين، ومعايا نص كوبايه زيت او كوبايه صغيره من الزيت. تمام كده. هحط البيضتين وحطيت عليها سنه فلفل اسود عشان الزفاره، وقلبتها في الدقيق بتاعي كويس، تقليبه كويسه كده. عندنا عجان. تمام اوكي. ما عندناش بايدينا كده زي ما انا شغاله وخلاص يعني، والدنيا هتتلم معايا تبقى حلوه باذن الله يعني. بقلب كويس قوي ايه الدقيق بتاعي مع البيض، وهبتدي احط الزبادي دلوقتي. هحط كوبايتين الزبادي وبرده هقلبهم كويس جدا مع الدقيق بتاعي، علشان يبقى خلاص اضمن يعني واتاكد ان الدقيق كله في الزبادي بتاعي. تمام. بايدي بقى دلوقتي، عشان طبعا احنا عارفين ايدينا بتظبط الدنيا شويه عن المعلقه. دلوقتي ايدي بقى يعني هدخلها وهبتدي اعمل بايدي في العجينه نفسها، والم كده العجينه واخلي الحاجه كلها موجوده متطعمه بالحاجه اللي كانت معايا. هحط دلوقتي الخميره بتاعتي، كوبايه الميه بالخميره والسكر، وهقلبهم مع بعض. وهفضل اقلب زي ما احنا شايفين كده. هي بتاخد يعني عجن كويس، عجن حلو يعني. ربنا يديكوا الصحة، اللي هو نفضل نعجن شوية حلوين يعني عشان نوصل للقوام اللي انا عايزاه. تمام. هحط كمان كوباية مية بس بالتدريج، مش هضيفها يعني مرة واحدة، لاننا عارفين طبعا اي نوع دقيق بنضيف له بالتدريج علشان ما نضمنش هو ممكن ياخد يعني كل الحاجة اللي معايا عشان العجينة ما تبص يعني. بس هفضل بقى ادعك شويه بشويه كده والم في العجينه لغايه طبعا ما تبقى ملساء. وفي حاجه كمان، ان العجينه بتاعتي لازم تكون طريه، عشان دي هتحدد لي اللقمه بتاعتي بتاعت البيتزا نفسها، لو طريه ولا هتبقى معايا ناشفه في الاخر. فانا عايزاها طريه جدا، فهتبقى معايا ان شاء الله مظبوطه زي ما القوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده يبقى موجود. وفي طبعا العرق اللي احنا هنشوفه ده، يعني اللي هو ايه، فيها شده كده، فيها مطه. تمام. العجينه نفسها زي ما احنا شايفين بتتلم معايا اهو، بس لسه طبعا انا مش عايزاها طبعا تبقى ملزقه، مش اللي هي تبقى طريه وملزقه. هحط الزيت بتاعي وهقلب كويس بقى واعجن كويس. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. بجد العجينة دي تحفة، كل اللي دقها والله ما صدقش ان هي اصلا في البيت.
في اوقات تانية هنعمل مع بعض البيتزا طبعا من غير اضافة ولا زبادي ولا بيض ولا اي حاجة، برضو هتبقى عجينة طرية وتحفة قوي معانا. بس احنا المرة دي بنعملها بالطريقة البيتي بيتي بقى يعني. بصوا زي ما احنا شايفين كده، بصوا العجينة انا مش عايزاها اللي هي تلزق في ايدي وتبقى طريه في نفس الوقت. بصوا ايدي التانية، طبعا ايدي التانية دي عشان كنت بعجن بيها اهو. زي ما احنا شايفين العجينه جميله ما شاء الله وناعمه جدا. هسيبها دلوقتي شويه تخمر. هناخد بالنا ان هي هتخمر كذا مره، دي اول مره ما سبتهاش تخمر قوي طبعا لانها تخمر مرتين. مره كمان لما تبقى دلوقتي مثلا لما خمرت دلوقتي، ومره كمان لما تخمر في الصواني بتاعتي. هي دلوقتي خدت بتاع يعني في الجو الساقع تاخد مثلا ساعة، انما في الجو الحر ده ما بيكملش نص ساعة يعني. وما شاء الله اللهم بارك، طبعا بترفع بسرعة زي ما احنا شوفنا دلوقتي. بحط العجينة بتاعتي على الكاونتر بتاعي دلوقتي كده. بحطها وبقطعها على حسب كل صينية بتاخد قد ايه يعني. القطعة نفسها تتحط في الصينية وخلاص يعني. اللي هو هفردها اهو زي ما احنا شايفين كده، وبسيبها تريح عقبال ما اخلص بقية الكمية واحط اجيب الصواني احطها فيها يعني. اهو زي ما احنا شايفين كده اهي، بحطها في كل صينية علشان على حسب الحجم بتاعها وافردها يعني فيها وكده تبقى على قدها. هفرد دلوقتي العجينه نص فرده. هي طبعا مش هتفرد معايا للاخر لان هي ما ارتاحتش، بصوا زي ما احنا شايفين كده. فهعمل في كله كده، وبعد كده زي ما هنشوف دلوقتي هفردها بقى. هتفرد اهي، بتفرد معايا دي بعد اللي هي ارتاحت بقى شويه كمان بتاع ربع ساعه كمان، وخدت راحه حلوه يعني. عايزه اقول لكم ان العجينه ما شاء الله يعني جميله معايا، وكانت بتروح وتيجي ما خدتش وقت كبير خالص في التخمير. الجو زي ما احنا قلنا حر فبيفرد الحاجه بسرعه، وكمان ده انا كده عقبال ما احط الحاجه كانت خلاص رفعت ما شاء الله وبقت عاليه يعني. دلوقتي هنجيب بقى معانا الصلصه بتاعتنا. صلصه البيتزا بنعملها بطريقه لطيفه قوي كده شبه الصلصه الايطالي يعني، بس انا عشان كنت عايزاها يعني بسرعه فقلت مش هعملها. انا جبت صلصه جاهزه وبتبلها، حطيت عليها زعتر وبحط شويه ملح يعني ما تبقاش مالحه قوي. بحط سنه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. تمام كده بحطها. هي دي بتبقى لازم بيبقى فيها نكهه حلوه كده، والزعتر طبعا اهم حاجه. دلوقتي انا هخرم العجينه بتاعتي عشان ما ترفعش مني قوي، لان ما شاء الله العجينه ساعات بترفع بتبقى عامله زي كيك البيتزا كده. فبحط بقى الصلصه بتاعتي وبعد كده بفردها في كل الصواني بتاعتي اللي عندي. ونفردها كويس، وبعد كده نحط بقى الحاجة بتاعتي اللي هتتحط من فوق. معانا دلوقتي انا عندي كذا يعني كذا طعم هحطه. عندي هعمل بيتزا سوسيس، وفي سجق، وفي تونة، وفي كان عندي حتة فرخة بايتة فطلعتها وعملتها بخضار كده برضو هحشي بيها، وفي جبن كده يعني. انا اول حاجة بحطها من تحت بحط جبنة شيدر مع جبنة رومي من تحت خالص كده. لو في موتزاريلا بكمية برضو بحط، بس انا ما كانش عندي كمية كافية يعني فحطيتها. وبحط طماطم بقى على حسب اللي هتحط على الوش، والحاجه اللي انتوا الخضار اللي بتحبوه من على الوش. دي هحط فيها السجق الاول تمام، وبعد كده هروح حاطه معايا الخضار بتاعي اللي هو عباره عن فلفل الوان، ممكن اللي هو الاصفر والاحمر والاخضر، بس مش هحط بصل يعني. البصل انا مخلياه لاخر حاجه اللي هي التونه يعني، لان البصل بيليق مع التونه جدا. بس حطينا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، برضو الخضار اللي انتوا عايزينه شكلوه بيبقى شكله لطيف كده حتى بيشد الاولاد تمام. وبحط الزيتون بتاعي ايا كان بقى، زيتون اخضر زيتون اسود بيتحط كده. وبعد كده بحط بقى الجبن بتاعتي اللي هي الجبنه الموتزاريلا على الوش تمام كده اهي. هحطها على الوش الكميه اللي انتوا عايزينها برضو. هي بس كانت مكلكعه شويه عشان طبعا كانت في الفريزر فما فكتش قوي يعني، فتلاقوا قطعة نازلة كده كبيرة شوية. فبحطها بقى، بحاول ان انا اوزعها على البيتزاية كلها من فوق بحيث ان تبقى يعني كل الحروف بتاعتها او هي كلها يعني فيها الجبنة. برضو تاني واحدة هجيبها دي هحط فيها السوسيس تمام. بحط برضو من تحت جبنة رومي، وبعد كده بحط جبنة شيدر عليها برضو بتدي طعم حلو قوي. وبعد كده بروح رصه بقى عندي الحاجه اللي برصها، اي حاجه انتوا عايزينها بتحبوها بنكهه معينه بطعم معين فبتعملوها يعني بيها. بحطها كده زي ما احنا شايفين. هي دي يعني
اقتصاديه ومش اقتصاديه يا جماعه، يعني ما فيهاش جبن كتيره طبعا، هي فيها تكلفه تانية. بس يعني ايه اللي هو بتمشي الدنيا يعني. بس طعمها كان تحفه، عايزه اقول لكم والله جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. هي جميله وطعمها حتى العجينه نفسها طعمها حلو قوي. جربوها وهتدعوا لي باذن الله. نحط خضارها بقى زي ما احنا شايفين كده، واحط الزيتون بتاعها زي ما احنا شايفين برضو وبس، وبحط الجبنه برضو من على الوش زي ما احنا شايفين كده. خدوا بالكم اصلا كده كده وانا برص صواني كده كده بترتاح، يعني هي مش هتحتاج روحه كتير بالذات في الحر الجامد اللي احنا فيه ده. فالدنيا بالنسبه لها هتبقى لطيفه، اللي هي يعني هتبقى مظبوطه معايا باذن الله في سواها في خمرانها اللي هي تخمر يعني. دي بقى اللي كان فيها حته الفرخه البايته، فانا طلعتها وشوحتها مفروض في خضار. حطيت فلفل عليها وبصلايه كده وشويه بهارات لطيفه للفراخ. وبعد كده يعني قلت اعملها لهم بيها ببيتزايه كده، كان طعمها حلو ولطيف برضو. عايزين تعملوها بجبن بس ما فيش اي مشكله، اللي انتوا حابينه والمتوفر عندكم يعني. اهو زي ما احنا شايفين كده بوزعها برضو في الصينيه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بحط برضو الجبنة والحاجة الباقية يعني بتاعت الصينية نفسها يعني. بس كده انا ما وريتكمش كله يعني للاسف، انا بس عشان بحاول ان انا يعني زي ما قلت لكم الفيديو طويل والله جدا، انا حتى يعني لميته بسرعة واللي هو يعني ما طولش عليكم عشان ما تبقاش الدنيا انا كده يعني حاجات كتير المفروض يعني ان هي كانت تبان، بس انا قلت هقول لكم عليها احسن وتاخدوا بالكم منها. وزي ما انتوا هتشوفوا النتيجه هي دي، وهتدعوا لي بجد لو مشيتوا على نفس الحاجه ووصلتوا للعجنه نفسها تبقى مظبوطه، وتحطوا بقى انتوا الحاجات اللي فوق اللي انتوا حابينه يعني. بس كده زي ما قلت لكم التونه بتحب البصل قوي قوي، والفلفل الحامي اللي هو الحراق بتبقى حلوه قوي قوي فيه، وطعمها بيبقى جميل قوي يعني. والزيتون الاخضر تحبه قوي 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 يعني. جربوها بالطريقه دي هتبقى لطيفه قوي معاكم. وان شاء الله المرات الجايه هعملها معاكم بطرق مختلفه ومش مكلفة أصلا يعني. العجنة نفسها مش هتبقى فيها إلا هو دقيق والمية والخميرة والتوابل بتاعة الدقيق بس يعني، ولا هضيف بقى بيض ولا هضيف زبادي وكده يعني، بس هنضيف طبعا شوية زيت كده يعني. ففي كذا يعني حاجة مختلفة. دلوقتي بقى حطيتها في الفرن لغاية ما اللون من تحت بيبقى مظبوط، وألاقي وشها خلاص الجبنة ساحت من فوق شوية. دلوقتي انا بزود جبنه تاني لان انا ما حبيتش احطها كلها مره واحده علشان ما تنشفش مني في الفرن يعني تبقى مظبوطه. وحطيت شويه زعتر من فوق زي ما احنا شايفين كده برضو. طلعت التانية وعملت فيها برضو كده وبحطها تاخد بس كده تسيح بس، وبروح مطلعاها يعني على طول. بس كده زي ما احنا شايفين بقى. انا مرضتش استني الباقي، نفس اللي انا عملته هو كده يعني، ان هو كانوا في الفرن خلاص استووا يعني ودخلوا استووا. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك، طلعت معايا على طول اصلا من الصينيه زي ما احنا شايفين، مش لازقه ولا اي حاجه. كمان انا يعني من تحت بس بدهن الصينيه بسيط قوي زيت وبس كده يعني، ما بحطش حاجه تانية. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك عامله ازاي، والعجينه طريه قوي ازاي اصلا جميله. عايزه اقول لكم تحفه بجد يا جماعه والله، حلوه قوي 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 يعني. انا حبيت طعمها قوي قوي، طعمها جميل وعجبت الولاد. اهم حاجه تعجب الولاد طبعا وليه ياكلها، لان احنا ولادنا بنحاول نرضيهم باي حاجه يعني، علشان نعمل حاجه نظيفه في البيت. مكلفه شويه بس بنعوضهم ان احنا الحاجه اللي بره مش ضامنينها يعني، خصوصا كمان في الغلا اللي احنا فيه ده يعني. او زي ما احنا شايفين كده البيتزا طالعه خطيره قوي يا جماعه. جربوها، انا هقول لكم جربوها وانتوا بنفسكم هتدعوا لي بجد يعني. جربوها بالطريقه دي بجد هتبقى تحفه قوي وجميله قوي. وعملت طبعا كميه، انا زي ما قلت لكم انا عامله كميه وكده عندي، فزي ما شفتوها كده. يا رب تكون عجبتكم بجد، هتعجبكم قوي قوي، تعجب الولاد وتعجب كل اللي هياكلها. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.